السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل. والنهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية الفلاحي بطريقة سهلة جدا واقتصادية كمان، وبجد هتطلع معاكي هشة ولونها فاتح من جوه، واحلى قرص ممكن تعمليها في حياتك. وكمان كمية حلوة جدا من نص كيلو دقيق بس. اول حاجة بقى هيبقى معايا كوباية الا ربع مية دافية، هحطها في الطبق اهي. لازم تكون مية دافية، ما تكونش سخنة قوي ولا تكون ساقعة. وبعدين هنزل عليها بباكو من الخميرة، يعني ما يعادل معلقة كبيرة خميرة. وهنزل عليها بقى بنص كوباية سكر، وبعدين هقلبهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب في المية مع الخميرة. وبعدين هغطيها بأي حاجة، بس اغطيها كويس قوي واسيبهم يخمروا لحد ما تظهر فقاعات. دلوقتي بقى هجيب اول كوبايتين دقيق وهنخلهم. لازم طبعا الدقيق يكون منخول كويس ونضيف. دلوقتي بقى خلاص الخميرة خمرت معايا وعملت فقاعات كده، هبتدي بقى انزل بالدقيق. الدقيق ده انا حاطه عليه ذرة ملح ونص معلقة من البيكنج باودر. بيكنج باودر اختياري. هبتدي بقى اقلب واحط الدقيق حبة بحبة، شوية بشوية كده، واقلب. وبعدين بقى معايا معلقه قشطه، اللي كانت معايا دي قشطه وش اللبن، بس هي شكلها مبشور كده علشان انا مخرجاها من الفريزر، فاي نوع قشطه معاكي في الوصفه دي هينفع. وبعدين بقى معايا نص كوبايه من اللبن، هنزل بالربع الاول وهقلب، وبعدين هنزل بنص كوبايه دقيق كمان. يبقى انا كده حطيت كوبايتين ونص، يبقى كده فاضل كوبايه واحده. هنزل ببقية كوباية اللبن، بقيت نص كوباية اللبن، وهقلب برضو، كمل تقليب كده. تمام، كويس جدا. وبعدين هنزل بقى بمعلقتين زبدة. ممكن تحطي زبدة بس، يعني كل الكمية اللي هنستخدمها ممكن تكون زبدة بس، او ممكن تكون سمنة بس او زيت بس، زي ما انت عايزة. بس بصراحة السمنة على الزيت او الزبدة على الزيت بتدينا احسن نتيجة. هما معلقتين بس ويكونوا طريين كده بدرجة حرارة الغرفة. دلوقتي بقى هنزل باخر كوباية دقيق معايا، يعني بالظبط استخدمت 3 كوبايات ونص. هنخلها بقى كده كويس جدا، وبعدين هبتدي اعجن شوية. نزلت نص الكوباية، ودلوقتي هنزل النص التاني. مهم جدا ان احنا ما ننزلش كل كمية الدقيق مرة واحدة علشان ما تتقلش قوي معانا، ونضطر ان احنا نحط لها سوائل تاني ومقادير العجينة تبوظ مننا. دلوقتي بقى انا خلاص خلصت عجن تماما. اخر مرحلة هلم بيها العجينة هما معلقتين الزيت. هحط بقى معلقتين الزيت واعجن شوية، كل ما تعجنيها اكتر بتبقى احلى. بصوا طرية وحلوة جدا معايا ازاي. دلوقتي بغطيها كويس جدا وهسيبها في مكان دافي تخمر كده نص ساعة كده. بقى خلاص بعد ما خمرت، انا خمرتها مرتين، يعني خمرت وبعدين عجنتها وبعدين سبتها تخمر تاني. بس بصراحة ده عشان ما كانش عندي وقت، لكن يعني مش لازم ان انتوا تخمروها مرتين. دلوقتي بقى خلاص انا جبتها اهو. هقسمها نصين، وهستخدم النص الاول. هجيب بقى نشابة وابتدي افرد النص الاول علشان يسهل عليا، بدل ما اخد قطعة قطعة وابتدي اعملها بقى واكورها وكده. لا، انا هفرد مرة واحدة واقطعها باي قطعة عندي، اي قطعة بقى عندكم، او كوباية بتشربوا فيها، اي حاجة. المهم ان هي تطلع لنا القرص كلها كده احجام متساوية. فردت العجينة بقى بسمك كده حوالي نص سنتي، يعني على حسب ما انتي عايزة القرصة من جوه تكون مليانة قد ايه. انا زي ما انتوا شايفين كده القرص اللي قدامكم دي هي دي اللي ان شاء الله هتشوفوها في اخر الفيديو. لان انا بعد ما هشكلها دلوقتي وهحطها في الصاج هسيبها تخمر برضو حوالي نص ساعة ساعة. انا سبتها ساعة، يعني سبت العجينة الاول نص ساعة، ودلوقتي لما شكلتها هسيبها ساعة. فالطريقة دي هتخليلي كل القرص حجم واحد، وكمان هيخمروا في وقت واحد لان كلهم زي بعض، وكمان هياخدوا نفس درجة السوا. دلوقتي بقى خلاص عملت اول صاج وهكمل بقية العجينة. دلوقتي بقى انا جيت الصغيرين دول كانوا اخر العجينة، فطبعا معرفتش اقطعهم بالقطاعة اللي انا كنت بقطع بيها. جبت بقى بيضاية وحطيت عليها شوية فانيليا، ودي اختياري، مش لازم تدهنوه اصلا، ومش شرط تدهنيها بيض، ممكن تدهنيها لبن او لبن بنسكافيه. انا جبت البيضايه وضربتها كويس وحطيت عليها شويه فانيليا، وبعدين دهنت القرص وحطيتها بقى في الفرن على درجه حراره 200.
بصوا بقى هي خمرت ما شاء الله في الفرن اكتر ازاي، وده بسبب البيكنج باودر. وكده خلاص انا طلعتها من الفرن. اول حاجه بعملها برشها ببخاخه ميه بسيط قوي، وبغطيها باي قماشه عندي زي ما انتوا شايفين كده. وبس حقيقي هتلاقوها احلى طريقه قرص ممكن تجربوها في حياتكم. طريه وهشه جدا، ومن جوه لونها ابيض كده وفاتح وحلوه قوي، وهتطلع كمان كميه مناسبه جدا معاكم. وبس كده. ممكن كمان لو انتوا حابين تحشوها باي حاجة تحشوها عادي بنفس الوصفة وبنفس المقادير، وتحشيها زي ما انت عايزة بقى من جوه. نعملها قرص بعجوة، تعمليها بالجبنة او بالملبن او بالقرفة والسكر، عموما كلها هتطلع حلوة قوي. وبكده اكون خلصت وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.